الدعوة حل الأحزاب الدينية إلى 1 أكتوبر. الدعوة القضائية اللي أقامتها الجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر. حزب النور أرسل محامي عن الحزب ودخل خصم في القضية. معنا على التليفون الأستاذ محمد سعد خير الله، المنسق العام لجبهة مناهضة أخوانة مصر. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير. أهلا بيك يا فندم. ازيك يا استاذ اسامه؟ ازي اخبارك؟ ازي صحة حضرتك يا استاذ محمد؟ استاذ محمد كلمني عن هذه القضية، يعني هل بالفعل تعتقد انكم ستتمكنون من حل الاحزاب الدينية في مصر؟ اثق من حل الاحزاب الدينية في مصر كما اثق اني اتحدث معك. طب جميل. لو احنا هننحاز للدستور، عندنا المادة 74 من الدستور بتنص صراحة على حظر انشاء احزاب على اساس ديني. في عشان بس مصر تبقى عارفه، في اكبر عمليه نصب سياسي حصلت في التاريخ. ال 11 حزب اللي بينتموا لجماعات الاسلام السياسي، البرامج المقدمه للجنه شؤون الاحزاب برامج مدنيه. البرامج الحقيقيه المتاحه على شبكه التواصل الاجتماعي، وبقول للناس بس تخش تتصفح اي حزب اي برنامج من برامج طائفيه، برامج ارهابيه، برامج يعني تودي في النهايه ان يبقى عندنا داعش. وبالتالي كيف البرلمان القادم، ونحن بنتحدث عن نقول ان هو برلمان الاستقرار واخطر برلمان في تاريخ مصر، وعبارات كثيره رنانه من هذه النوعيه، تمام؟ وبنتكلم ونقول ان والله في احزاب ممكن ان هي تفجر البرلمان القادم. طيب. لان هي جايه من خلفيه كم حزب يا استاذ محمد؟ يعني حصر لهذه الاحزاب من وجهة نظرك كام؟ ده 11 حزب يا بيه. كام يا فندم؟ 11 حزب الحريه. طيب. طب تقدر تسرد لي الاسماء يا استاذ محمد بعد اذنك؟ الوسط الجديد، النور، الفضيله، الاصاله، الاصلاح والتنميه، النهضه، مصر القويه، الوطن، البناء والتنميه، حزب العمل الاسلامي المصري اللي هو بتاع الارهابي مجدي احمد حسين. بص يا ريس، احنا بنتكلم لو احنا فعلا جادين في بناء مصر الحقيقيه، انا عندي الشجاعه الادبيه ان انا اقول لازم يبقى توجه الدوله توجه علماني. طيب استاذ محمد انا مش عايز اقطع المكالمه، عايز اكمل المكالمه، فارجوك خليك معانا لان المكالمه هامه جدا، وهيكون معانا على الطرف الثاني الدكتور شعبان عبد العليم الامين العام المساعد لحزب النور. تمام. وحضرتك بتتكلم وذكرت حزب النور، فهنسمع حضرتك ونسمع الطرف الثاني، ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع وحضرتك معانا على التليفون ونرجع نستكمل تاني لان الحوار مهم جدا. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع الاستاذ محمد سعد بخصوص تأجيل دعوى حل الاحزاب الدينية ل1 اكتوبر. الاستاذ محمد سعد معانا على التليفون مازال، وقال ان هم 11 حزب من ضمنهم حزب النور السلفي. حزب النور السلفي يسعدنا ان يكون موجود معانا برضو على التليفون عشان نقدر نتناقش ونفهم الدكتور شعبان عبد العليم الامين عام مساعد لحزب النور. دكتور شعبان مساء الخير. يا دكتور شعبان، انا مش سامع الدكتور شعبان يا شباب. يا دكتور شعبان مساء الخير. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك تابعت معانا يا فندم قبل الفاصل واحنا بنتكلم عن الدعوه التي اقيمت لحل حزب الاحزاب الدينيه في 1 اكتوبر، اتاجلت ل 1 اكتوبر؟ نعم. 11 حزب يا دكتور شعبان، منهم حزب النور. نعم. تعقيب حضرتك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسل الله وانبيائه اجمعين. في حقيقه الامر نحن في مناخ سياسي يسود عمليه استقطاب شديده للغايه، ربما انتقلت حاله الاستقطاب الى حاله الكراهيه وحاله الضرار كما نرى. الكثير من القوى السياسيه التي كانت تتشدق بالديمقراطيه والليبراليه والى غير ذلك يعني تستخدم المكائد السياسيه ضد بعضها البعض، تريد ان تقصي الاخر عن الدخول في العمليه الانتخابيه. يا دكتور شعبان، الكراهيه من القوى السياسيه ولا الكراهيه من الشعب؟ لا، كراهيه الشعب هي يصبها في صناديق الانتخاب. يعني النهارده حضرتك بتقول سادها يعني حاله من الكراهيه، هذه الكراهيه موجهه لحضرتك لحزب النور السلفي؟
أنت تشهد المناخ السياسي الآن، البعض يحرض والبعض يحاول أن يتخلص من منافسة غيره من خلال الأطر القانونية والأحكام القضائية وما شابه ذلك. نحن في حاجة إلى من يسدد ويقارب ويقرب بين المصريين. على أي حال نحن نقول أن الشعب هو الذي يعزل وليس الأفراد الذين يعزلون بعضهم البعض. عندما صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة الأول ضد أعضاء الحزب الوطني وحرمانهم من الانتخابات، نحن أول من بادرنا وقلنا أن هذا الحكم صدر من محكمة غير مختصة، لأنه لا يجوز الجمع كل أعضاء الحزب الوطني في سلة واحدة، وأن القضاء الموضوعي وهو قضاء مجلس الدولة هو الذي يبث الموضوع. ساعتها اعترضنا على الحكم من باب أنه حكم محكمة غير مختصة. حزب النور على سبيل المثال في دعوة مرفوعة ضده في محكمة القضاء الإداري، وهي محكمة مختصة بالفعل، وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى شهر أكتوبر القادم. هذا هو الأصل. أما محكمة الأمور المستعجلة فنحن نعتبرها ويعتبرها القانونيون أنها محكمة غير مختصة، وقد قامت محكمة الأمور المستعجلة المستأنف بإلغاء حكم المحكمة الأولى بالنسبة لأعضاء الحزب الوطني. نحن نريد الآن في مصر أن نتخلص من هذا المناخ اللي كل من يعجز عن مقابلة غيره من خلال المنافسة الشريفة يلجأ إلى الاستشكالات القانونية وإلى دكتور شعبان، حضرتك مع وجود أحزاب دينية في مصر؟ يعني حزب يتبع التيار السلفي، وحزب يتبع التيارات الجهادية، وحزب يتبع المسيحيين. نحن نقول أن النص الدستوري ينص على أنه لا يجوز إنشاء حزب على أساس ديني، لكن القانون الذي إذا كان يا فندم الحزب اسمه حزب النور السلفي يا فندم لا تطلقوه عليه في الإعلام، هذا كلام الإعلام، لكن اسمه في لجنة الأحزاب اسمه حزب النور، وله برنامج سياسي في كافة مجالات الحياة في مصر من حيث المجال الأمني والسياسي والاجتماعي وإلى آخره. لكن البعض يطلق عليه حزب سلفي أو حزب ديني من عند نفسه. طب أنا يا فندم كان لي الحظ والشرف إن أنا أستضيف أحد أعضاء حزب النور هنا في 90 دقيقة من فترة، من حوالي شهرين قبل شهر رمضان الكريم، وتحدثنا عن حزب النور واتكلمنا على ان هذا الحزب حزب على اساس ديني. قال لي لا، احنا مش على اساس ديني، ولكن احنا ذو مرجعيه دينيه، مرجعيه اسلاميه. نعم يعني مرجعيه اسلاميه. هذا ما يسمح به الدستور. هل النهارده يا فندم لو خرج حزب تاني ذو مرجعيه مسيحيه وقال لك انا عايز اخش الانتخابات، هل حضرتك هتقبل حاجه زي كده؟ نحن لدينا دستور، الدستور يحدد يجيز ويمنع ما يجيزه الدستور. ايوه يا فندم، انا مش بتكلم، انا عارف يا فندم الدستور يبيح ويمنع، وانا ولا اي حد في مصر يقدر يقول ربع كلمه في الدستور، لان ده القانون اللي ماشي علينا كلنا. نعم. عليا وعلى حضرتك وعلى كل الناس. نعم. بس هل ترى ان هو من الصحيح ان تكون هناك احزاب سياسيه؟ يعني من الصح خلط الدين بالسياسه، ويبقى هناك حزب سلفي، حزب جهادي، حزب مسيحي، حزب ايا كان، وفي الاخر نلاقي البلد مفتته مره اخرى وفي صراعات داخليه داخل البلد؟ العبره يا اخي الكريم بحاجتين. الشيء الاول هو البرنامج السياسي الذي قدمه الحزب. الشيء الثاني هو الاداء الذي على ارض الواقع. حزب النور كان في مجلس الشعب السابق وكان يسدد ويقارب، وقدم مبادرات للم شمل المصريين قبل 30/6. يا فندم، ومن لسان يا فندم، من لسان ممثل حزب النور قال اخطأنا اكثر ما اصبنا في الفتره اللي فاتت لما كنا في مجلس الشعب، ولكن تعلمنا من اخطائنا. على اي حال هذا تواضع، لانه يعترف بانه اذا اخطا يصحح اخطائه، ومنحنى الخبره يزيد كلما مارس الانسان العمل السياسي. وبالتالي نحن نقول ادائنا في مجلس الشعب السابق كان في وسط العلمانيين والليبراليين وغيرهم، وشاهدوا جميعا باداء حزب النور الذي كان يتطور سياسيا يوما بعد يوم، وعمر الحزب في ادائه ما استخدم اي وشيجه تفرق بين المصريين. هذا ما والله يا استاذ شعبان، دكتور شعبان، يعني انا بس بعترض على يعني تقسيم الامور الى سلفيين، علمانيين، ديمقراطيين، ليبراليين، يبقى احنا قسمنا الشعب كله. طب خليك معايا بعد اذن حضرتك، ما تقفلش سكه معانا، لسه ما زال الاستاذ محمد سعد خير الله. استاذ محمد، التعليق حضرتك على كلام دكتور شعبان. بص، انا عاوز بس اعلق على 5 نقاط رئيسيه، وانا هاخد من كلام الدكتور شعبان. اتفضل يا فندم. اولا، الدكتور شعبان يتحدث عن الدستور، وانا بقول له يا دكتور شعبان، في الدستور فيه الماده 74 اللي بتحصر اساس انشاء احزاب على اساس ديني، وواضح ان في اشكاليه في مراجعه
يا سيدي الفاضل هو ما قالش على اساس ديني، قال ذو مرجعيه اسلاميه وليس على اساس ديني. انا اربأ يا استاذ اسامه. هل هناك فرق يا استاذ محمد ما بين ذو مرجعيه اسلاميه او على اساس ديني؟ يا استاذ اسامه انا اربأ باننا ننزل بالاديان لمستوى الصراعات السياسيه اي ما يكون. طيب ولو برنامج الحزب في يوم من الايام تولى حكم مصر وهذا البرنامج فشل ذريع، نقولوا البرنامج اللي من خلفيه اسلاميه ويبقى بالتالي فشل. اعتقد ان حزب النور ومصر كلها عارفه المعركه اللي كانت جوه. يا سيدي الفاضل ما هو ده حصل قبل كده، ما هو كان اللي ماسكين الدوله من الاخوان المسلمين ودول برضو من خلفيه دينيه وفشلوا في حكم مصر واخطاوا. في اسلوب براجماتي حاليا هو اللي بيحرك حزب النور. حزب النور اللي كانت قواعده في النهضه ورابعه، حزب النور اللي ما راحوش استفتاء الدستور، حزب النور اللي ما راحوا انتخابات الجمهوريه باحتفاليات دقيقه افشلوا اصواتهم، هم حزب النور اللي بيراهق سياسيا متخيل ان هو هيضحك على القوى المدنيه في مصر. كفايه بقى، كفى عبثا في حق هذا الوطن. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا لو بنتكلم ونقول المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه عبد المنعم الشحات اللي حزب النور بيمثلها بيتكلم امبارح في حديث جريده عاجل وبيقول بالنص ان ادب نجيب محفوظ يصف بالادب الجاهل وان احنا ما بنعاقبش على جاهل. يعني الناس دي هتفضل تخدعنا على رئيس امتى؟ خليك معايا يا استاذ محمد بعد اذنك. استاذ محمد خليك معايا، انا معايا الدكتور شعبان. دكتور شعبان لسه حضرتك معايا على الخط. يعني انا بحترم الاستاذ محمد واقدر انفعالاته، لكن لا احب ان الاستاذ محمد خير الله يعني يذهب في الحوار الى اتهام الاخر بانه بيضحك على الشعب والى اخره. انا ارجو الاستاذ محمد يكون يتكلم كلام يعني بوثائق وثابت موضوعيا. نحن في امام برنامج قدم للجنه الاحزاب، تم الترخيص بناء على هذا البرنامج، يبحث فيه الاستاذ محمد ويقرا هذا البرنامج. هل فيه شيء يدل على ان حزب النور حزب يفرق بين المصريين على اساس الدين او لا؟ يقرا البرنامج السياسي للحزب تماما، يراقب اعمال الحزب في مجلس النواب السابق وينظر هل كان الحزب اعتقد يا دكتور شعبان اعمال الحزب في مجلس النواب السابق ما كانتش مؤشر جيد قوي يعني نقدر ناخذ بيه. يعني المفروض لو هنتكلم انا كنت نائبا في البرلمان السابق، واسال زملائنا من غير حزب النور، اسال الاخوه في اعضاء في الاحزاب الاخرى في الوفد وفي المصريين الاحرار وغيرهم، وقل لهم بعيدا عني كيف كان اداء حزب النور وكيف كنتم تقيمون اداء. هذه شهادتهم شاهد من اهلها. اذا نحن نقول ان العبره بالبرنامج السياسي وبالاداء الفعلي على ارض الواقع، لكن كون انك انت تريد ان تتخلص من منافسك بقدر انك تتهمه انه حزب ديني. عموما يا استاذ دكتور شعبان انا طبعا نعم. احنا طالما امر موجود في القضاء احنا منتظرين امر القضاء، لان القضاء بيبقى نافذ على كل المصريين ايا كانت يعني اتجاهاتهم او يعني توجهاتهم. احنا برضو في النهايه يجب ان ننتظر يوم 1 اكتوبر وهي النتيجه واللي هنعرف. بشكر حضرتك جدا على مداخلتك دكتور شعبان عبد العليم الامين العام مساعد لحزب النور السلفي. الاستاذ